وقفنا وشنا في وش بعض. المشرط الحقيقي كان في الكلام مش في أوضة العمليات. عزت قفل الباب وقرب مني وقال بصوت مهزوز: أبوك مات مديون، وأنا اللي انقذت بنته من الضياع. ليلى تبقى بنت عمك يا زين، مش بنتي. ربيتها وكبرتها عشان أكفر عن ذنبي مع أبوك. كلامه نزل عليا زي التلج. الانتقام اللي عشت أخطط له سنين طلع مبني على نص حقيقة. بس المصيبة الأكبر ما كانتش هنا. المصيبة إن الباب كان موارب، وليلى كانت واقفة بره وسامعة كل حرف. دخلت علينا ودموعها مغرقة وشها، بتبص لعزت بصدمة وبتبصلي بكسرة قلب. يعني أنا عشت عمري كله في كدبة، وإنت يا زين قربت مني عشان تنتقم؟ حاولت أنطق أقول لها إن مشاعري ليها كانت الحقيقة الوحيدة في المسرحية دي، بس هي جريت وسابتنا. قلبت الدنيا عليها، أيام وليالي بدور، لحد ما لقيتها في المكان اللي اتقابلنا فيه أول مرة. وقفت قدامها وقلت لها: أنا جيت أصفي حسابات قديمة، بس لقيت مستقبلي كله معاكي. الحكاية مش حكاية انتقام، الحكاية رحلة قلب، والقلب ده اختارك انتي. بصت لي ومسحت دموعها وابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت لي: نبدأ على نظافة، ومن هنا بدأت حكايتنا الحقيقية.